الشاعر حامد بدرخان شاعر كردي سوري صاحب موهبة شعرية متميزة، حيث كتب الشعر ب4 لغات، فكتب بالتركية والفرنسية حينما كان في تركيا، وكتب الشعر بالكردية والعربية بعد عودته إلى سوريا. ولد حامد بدرخان في قرية شية أو شيخ الحديد عام 1924 التي سماها فيما بعد صومعة الفكر. تقع هذه القرية في منطقة عفرين غرب كردستان أو كردستان سوريا، وهي على الحدود التركية في شمال سوريا. اسم الشاعر الحقيقي عند ولادته هو حميد مراد حسن خضر، واسمه في تركيا حميد أرغون، واختار له هذه الكنية بسبب علاقته وحبه بالشاعر الفرنسي لويس أراغون. وبعد عودته إلى سوريا في عام 1947 هاربا من السجون التركية وإلى قريته، قام بتغيير اسمه وكنيته خوفا من الملاحقة التركية ومخابراتها داخل سوريا، وأصبح اسمه حامد بدرخان. كنيته بدرخان أهداها له الأمير والكاتب السياسي الكبير جلالدت بدرخان حينما كانوا مجتمعين مع بعضهم البعض في جمعية خويبون الكردية، حيث رأوا بأن الشاعر حامد بدرخان جدير بحمل هذه الكنية. سبب رحلة الشاعر حامد مع عائلته إلى تركيا هي حدوث ضغوطات على عائلته من خصومه الأغوات في القرية، حيث اضطروا للرحيل إلى قرية أو بلدة قرق خان القريبة من قريتهم داخل الحدود التركية. درس الشاعر حامد بدرخان قسم الآداب التركية في اسطنبول، وتخرج من جامعتها، كما درس في المعاهد الفرنسية أيضا. بعد تخرجه زاد نشاطه السياسي والحزبي، وعمل في الصحافة التركية، حيث كان يعمل في جريدة جونايدن أي صباح الخير، حينما كانت سياسة تركيا موالية للاتحاد السوفيتي. وبعد تغيير سياسة تركيا الخارجية نحو الغرب، أصبح نشاط جميع الأحزاب اليسارية والشيوعية محظورا، فتعرض حامد بدرخان ورفاقه للاعتقال عدة مرات. وبعد عودته واستقراره في بلدة شيخ الحديد عمل في الفلاحة والكتابة حتى وافته المنية بتاريخ 29/4/1996 في مشفى حلب الجامعي، وبتاريخ 2/5/1996 جرى نقل جثمانه إلى قرية شيخ الحديد مسقط رأسه مع حشد كبير من الشعب، جماهير والشعراء والأدباء والأصدقاء من كافة الأنحاء. وقد صدر له في حياته على دروب آسيا شعر عام 1981، ليلة هجران شعر عام 1988، وبعد رحيله طبع له الأعمال العربية الكاملة شعر 2009، صرخات الأطفال طبعة هولير عام 2004، وطبع ديوانه الكردي شيء وسردورا جياني في عام 2007.